السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتنا في كل مكان، ان شاء الله نبدأ معكم بيوم جديد، وخير ما نبدأ به الصلاة على الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يا رب تدوا النهاردة خفيف على قلوبكم وتشجعونا وتدعمونا علشان نكبر بيكم. الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لا نعبده ونتوب إليه. اللهم اجمع شملنا في هذا البيت على طاعتك، واجعله فيه المودة ورحمة. اللهم يا حي يا قيوم فك رهان منزلي من العيون الحاسدة، واجعله عامرا بذكرك. اللهم اجعل امي وابويا من السعداء وجازهم عني خير الجزاء. اللهم احفظ عائلتي فوق كل ارض وتحت كل سماء، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم بارك في اعمارهم وصحتهم، وارزقهم راحة القلب والسعادة في الدنيا والاخرة. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، انا رحت عند صاحبي على طول. انا ولا لفيت يمين ولا رحت شمال. انا كنت حاجز السجادة ده او بديل السجاد، كنت حاجزها من المرة اللي فاتت، وجيت النهاردة اوريها لكم برضه. انا ما كنتش وريتها لكم المرة اللي فاتت. هي نفس الطرقة اللي انا كنت جايبها في اوضة النوم بتاع الاطفال الصغيرة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ماشية مع الانتريه بالظبط. تحط ايدك يمين تبقى غامقة، تحط ايدك شمال عكس يعني تبقى فاتحة، زي ما انتوا هتشوفوها كده يا جماعة اهي. ماشية مع الانتريه 10/10. هنا بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، انا صورت المقطع ده قبل كده، بس انا حبيت ارجع لكم برضو الذاكرة عشان هوريكم القمشة اللي انا جبتها فين في غرفة الضيوف او الانتريه يا جماعة زي ما بتحبوا يعني. ايه رأيكم يا جماعة؟ اشكال والوان. بس انا في الاخر انا جبت الرصاص الفاتحة، ما جبتش الرصاص الغامق. بس انا حبيت اذكر بس عشان الناس اللي داخلة جدد وما يعرفوش انا بعمل ايه. دي القمشة يا جماعة اللي انا جايبها في الانتريه. القمشة اللي تحت فوق الغامقة اهي، واللي تحت الفاتحة. هي مش فاتحة أوي، هي فاتحة درجة بسيطة وبتلمع ما شاء الله. دي القمشة اللي أنا جبتها يا جماعة، قمشة جميلة جدا ما شاء الله. وانتوا شفتوها قبل كده في غرفة النوم اللي فيها جوز سراير. بالنسبة للستاير يا جماعة، أنا في أوضة الضيوف جايب طبقتين، طبقة خفيفة وطبقة تقيلة، وعايزكم تقولوا ايه رأيكم في التغييرات اللي أنا شغال فيها يا جماعة. عجباكم ولا لأ؟ عرفوني كده في التعليقات، اكتبوا تعليقات كده حلوة زيكم. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. انا بصور لكم برضو التقيل والخفيف، وبشارككم اليوم كله اللي انا بعمله. مش تصوير وخلاص، لا انا بصور لكم اليوم كله اللي انا بعمله، وانتوا حابين التغييرات بتاعتي بصراحة يعني. هنا بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت خلصت واتفقت وخدت الخامة اللي انا عايزها. وهنا بتقيس دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، بتقيس الامتار اللي انا عايزها وبعدين تقص. ايه رأيكم يا جماعة؟ الخامة انتوا شايفينها اهي، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الغامقة من فوق اهي والفتحة تحت، بسم الله ما شاء الله يا جماعة. حاجة حلوة وخامة حلوة وحاجة قيمة. انا مش جايب اي حاجة برضو، انا ماليش بركة لست الكل. ده حبيبتي برضو طبعا، حبيبتي وتاج راسي، ما تحرمش منك ابدا يا ست الكل وست الحبايب كمان. اللهم احفظ امي وبارك في عمرها وارزقها الصحة والعافية، واسعد قلبها واجعلها من السعداء في الدنيا والاخرة. اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، هاخد بقى الكمية كلها اللي انا عايزها من ناحية الستاير التقيلة ومن ناحية الستاير الخفيفة، وهنيجي على الستاير الخفيفة زي ما انتوا شايفينها كده يا جماعة. قسنا اللي احنا عايزينه وبدأنا نقص زي ما انتوا شايفين كده. هناخد بقى التقيل والخفيف ونروح عند الخياط بتاع ايه الستاير، عشان بقى يظبط لنا الستاير بتاع اوضه ايه الضيوف، عشان لازم تبقى حاجة قيمة كده وحاجة حلوة. بالنسبة يا جماعة تاني، انا جايب لأوضة الضيوف طبقتين، طبقة خفيفة وطبقة تقيلة. وبالنسبة للأوض الاتنين، وحتة في الصالة انا جايبها طبقة واحدة زي ما انتوا قلتوا يا جماعة في التعليقات. وكلكم بسم الله ما شاء الله اتفقتوا على كده، وقلتوا ما شاء الله كمان الخامة حلوة واللون جميل جدا يا ابو مالك. خدت بقى القماش يا جماعة الخفيف والتقيل ورحت عند الخياط بتاع ايه الستاير زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. بدأ يتني طرف الستارة التقيلة ويجيب الشريط دي منه فيه يا جماعة. الشريط ده احسن من الحلقان، فاكرين الحلقان؟ الشريط دي الحديث ودي الانضف يا جماعة. هيخيط بقى الشريط الابيض في الستارة داير ما يدور زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هو يوريها لكم برده من الخلف اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، بيوريكم برده الخياطه من قدام من ورا كلها واحد. هو بيتني الستاره كده حته من الستاره الصغيره من التقيله، وبعدين يجيب الشريط زي ما انتوا شايفينه كده يا جماعه ايه، بيخيط بقى الشريط كده.
في جزء من المتابعين يا جماعة المرة اللي فاتت سألونا على الشريط ده، حلو يا ابو مالك ولا وحش؟ بصراحة يا جماعة جميل جدا ومنه فيه، حلو قوي واحسن من الحلقان. الحلقان لما تيجي تقلعي الستارة وتغسليها في الغسالة الحلقان بتبوظ وبتقع وبتصدي. بص هي شفافة يا جماعة، والجزء اللي انا بوريهولكوا دي الفتحة دي اللي بيدخل منه الماسورة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا ابو مالك؟ ايه رايك يا ست الكل؟ عسل اهي، بجد؟ عسل والله عسل. عشت ايديك ما تحرمش منك ابدا. ربنا يخليك يا ست الحلاوه الكل. بقى، شوف الحلاوه اللي هو جايبه عسل، حتى جايب الرباط بتاعها من الغالي عسل اهي. الله يصلح حالك. انت مبسوطة؟ مبسوطه والله، الله يصلح حالك. اهم حاجة شوف بس الابتسامة الحلوة في وشك شوف يا الخامه بتاع القمشه جميل. ايه رايكم يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله. والله جميل عسل. دي الخامة يا جماعة الرصاص الفاتحة. حلو. وبالنسبة للستارة البيضاء بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي؟ من فوق سادة ومن تحت منقوشة جميلة زي ما انتم شايفين كده. من فوق يا جماعة سادة اهي، اللهم صل على النبي. ومن تحت زي ما انتم شايفينها كده. تعيش ايادك يا حبيبي وما تحرمش منك ابدا. ايه رأيك؟ واسترها معاك ربنا. ربنا يخليك يا ست انت الكل. والسامعين يا رب، حاجة حلوة والله عسل. يا رب. شوفوا امشي زي العسل ومن تحت احلى كمان. والله زي الفل. تحرمش منك ولا من مجايبك ابدا يا احمد. يا رب يا رب. عسل. ايه رايكم يا جماعة؟ جاي من الاخر اهو عند الجبس. ايه رايكم في مجايبه بقى وتنقيته العسل دي؟ من عند الجبس يا جماعة، تحت الجبس بحاجة بسيطة، ونفس الكلام برضو ايه التانية يا جماعة لغاية الوزرة، يا دوبك اخر الوزرة يا جماعة ايه اهي. زي العسل يا حبيبي. وبالنسبة للتانية اخر الوزرة برضو اهي، بس من فوق اهي زي العسل. عرفونا يا جماعة كده في التعليقات الخامة ايه رأيكم فيه. انا جبت الرصاصي الفتحة بالنسبة للتيل، وبالنسبة للبيضة ما شاء الله انا جايبها اهي، حاجة حلوة وماشية مع ست الكل ومبسوطة وفرحانة. زي العسل، عاشت ايدك يا حبيبي وما تحرمش منك ابدا. الحمد لله الحمد لله، اهم حاجة مبسوطة. مبسوطة والله العظيم. لسه ناقص ايه؟ الانتريه بقى هتجيبه. تعالوا بقى يا جماعة اوريكم الشكل النهائي للستاير بتاع اوضة الضيوف. بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم يا جماعة؟ وعايز افكركم يا جماعة الستاير اللي كانت في اوضة النوم اللي فيها جوز السراير، قلت له يا ابو مالك كبر الماسورة شوية عشان احنا شايفين الستارة ايه مكشكشة كتير. لا يا جماعة، هو المتر بيعوز متر عليه كشكشة، انتوا اللي بتهيألكم. الانتريه ده هوريكم واعيشكم سر التغيير اللي حصل وبأقل التكاليف ومن غير ما اصرف مبالغ خيالية. انا اشتريت طقم جديد، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان اوريكم ازاي بلمسات بسيطة ترجعوا عفشكم جديد وتفرحوا الغاليين عليكم. طبعا لازم نفرح الغاليين، احنا لنا بركة اللي هم البركة كلها في البيت. ربنا يبارك فيهم يا رب ويصلح حالهم ويدوم الصحة يا رب، ابويا وامي يا رب وكل المسلمين اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، انا دلوقتي انا كنت طلعت الانتريه، انا كنت راكنه عند عمي، طلعته ومسحته كويس وحطيته في الشمس برضو قيمة ساعتين 3، وبعدين زي ما انتم شايفين كده جبته ايه حطيته في اوضه الضيوف. بس المشكلة بقى انتوا عارفين اللي هو ايه ستايل قديم ومش هيمشي مع الستاير الجديدة. انا هوريكم في اخر الفيديو انا عملت ايه، وبقى اقل التكاليف خالص، ولا بقى هصرف واحط فلوس على الفاضي ولا اي حاجة. بأقل سعر عندي انا عملت كل حاجة وخليت اوضه الضيوف من كانت فين وبقت فين. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. انا برضو بصور لكم برضو الستاير مع الانتريه القديم برضو مش ماشي خالص. وعاوزكم برضو تعرفونا في التعليقات يا جماعة ايه رأيكم برضو، يعني الانتريه القديم ماشي ولا مش ماشي؟ زي ما انا قلت اكيد مش ماشي، كله هيقول مش ماشي. هو ماشي مع حاجة واحدة بس، اكيد كله مقتنع بها، ماشي مع البلاط بس ما ينفعش عشان البلاط هيتغطى، ما ينفعش يا جماعة. انا بصور لكم كل حاجة في الانتريه من تحت ومن فوق ومن الجنوب واعرفكم كل حاجة. عسل يا ابو ملك والله. الله يصلح حالك يا حبيب، يا صباح العسل على اجمل متابعين في الدنيا. الله يصلح حالك يا حبيب قلب. راح جاب الانتريه من عند عمه ونفضه ومسكه غسله ونفضه حلو وغسله زي الفول وسابه شويه في الشمس، ورجع نقله في الاوضه بتاع الضيوف. وقلت له ده كده عسل يا احمد، سيبه ما عدتش تعمل فيه حاجه، هو حلو زي الفل على الستاير في الانتريه كده حلو. الانتريه جميل في الاوضه بتاع الضيوف.
قال لي لا ما ينفعش، هم عاوزين نعمله. قلت له بص هات له كسوه وكسوه نضيفه وحلوه غاليه برضه واعمله. قال لي ماشي اما اشوف. راح وجه لقيته جاب الكسوه وهيوريها لكم برضه عسل، والله العظيم ما جايبه زي الفول. الله يكبر بخاطره ويصلح حاله. انا كنت ليا مزاج اسيبه كده بس هو مرضاش عشانكم. قال لا هم طالبين كذا اعمل ليه، وعمل اهوت وهيوريه لكم برضه يا حبايبي. والله والله زي الفل، جاب الكسوه زي العسل ومنقوشه منها فيها كده وحلو، ومدهيه الستاير ومدهيه السجاده والبلاط وكل حاجه. الله يصلح حالك يا حبيب قلبي. متحرمش منك يا ست الكل ابدا. الله يسترك ويكبر بخاطرك يا رب زي ما جبر بخاطرنا ومفرحنا كده يا رب بكل حاجة حلوة بتعملها لنا. ربنا يفرحك بصحتك وعافيتك يا رب. وبعيالك وبكل حاجة تنويها في بالك يا ابني انت والسامعين يا رب. يا رب يا ست الكل، ما تحرمش منك ابدا ولا من دعواتك الحلوه دايما يا رب. يا رب توفقك يا ابني وتصلح حالك انت وكل المسلمين، يا رب يا ست الكل. يا وجعلكم رب. مستورين في الأولى والآخرة يا ابني يا رب انت وكل اللي سمعني. يا رب يا يا ست رب. الكل، يا رب يسمع من بقك ربنا. انت غسل وخلاه زي الجديد ازاي، زي الفل ازاي. اه والله زي الفل، وكان مداه البلاط وكل حاجة طب بس ايه هو رايك يا اللي ست مرضاه. الكل الوقت كده، ولا ساعه ما جبتلك بقى الحافظه بتاعتها؟ الحافظة برضو جميل ايه والله رايك؟ العظيم زي العسل. وهم هيشوفوها دلوقتي وهيحكموا يا جماعه، احكموا يا جماعه في التعليقات. الانتريه زي ما هو كده، ولا ساعه ما جبت الغطا بتاع الانتريه؟ لا زي العسل والله، اما جه كمان بقى احلى. انا ما كنتش مصدق بصراحه. لا والله حلو، هو غسل ونضفه زي ما انتوا شايفين اهو وخلاه جديد برضه. وبالنسبه لدي انا جبت لهم شجر يا جماعه، وبالنسبه للجنوب ده انا جبت لهم برضو شجر كده. اه شجرتين زي العسل برضه، خضرة تقول ده مزروعين، شكلهم حلو وخضر وحلوين. الله يكبر بخاطره ويصلح حاله. شوف الستاير ايه رايك يا ست الكل في الرباط اللي انا جايبه للستار؟ حاجه فخمه اهي. زي العسل والله، انا اول مرة اشوفه. بصراحه انا جايب لك الحاجه حلوه اهو. ماليش كل بالك. حاجة جديدة في جديدة والله، ماليش بالك والله ما الا انت حاجة والله. قديمة ولا حاجة وحش. ربنا يصلح حالك يا رب ويديك الصحه انت وابويا يا ربنا رب. يفديك انت واللي سامعيني يا رب، وفاديهم وفادي عيالهم وفاديك في كل خطوة تمدها يا ابني، اللهم امين يا ست الكل. وحبب فيك خلقه يا يا رب. رب. يا رب. هنا بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، كنت انا كلمت واحد صاحبي يجيب الغطا بتاع الانتريه زي ما انتوا هتشوفوه كده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. والله جايب كسوة للانتريه عسل. ايه رايكم يا جماعه؟ هو لسه بيفردها دلوقتي، لسه اصلا ما شفتوش الشكل النهائي. والله زي الفل لما تشوفوها بقى ولا كلمة. اهي والله هتقولوا عسل زي الفل. ايه رايكم يا جماعه؟ الله يصلح حاله يا رب ويعوض عليه بالخلف الصالح. يا رب. هو وكل نفسه في خلف ربنا يديله بالجوز يا رب. يا ربنا رب. يجود عليه بالخلف الصالح هو واللي زيه يا رب. يا رب. يا رب. هو القمشه دي يا جماعه لها اتجاه زي ما انتم شايفين كده، لها اتجاه بتاع المسند بتاعها زي ما انتم شايفينه كده، قاعد برضه يلبسها اهو. وكان ست الكل معاه، يعتبر هو زي اخويا يا جماعه، هو ما اخويا هو يعني. ابننا وحبيبنا هو والله. على فكره من الصعيد، ناس محترمه. الصعيد واهل الصعيد ناس محترمين. هو من الصعيد ويعتبر هو متربى عندنا اصلا. هو ابننا وحبيبنا، ربنا يعوض عليه بالخلف الصالح يا رب. هو كله مشتاق. اللهم امين يا ست الكل، يسمع من بقك ربنا يا رب. يا رب ترضيه وترضي كل مشتاق للخلف، يديه بالتوأم يا رب. اللهم امين. يا رب واسترها معاه وفاديه هو وكل المسلمين يا رب. يا رب. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا كنت جبت الحافظه بتاع الانتريه، وبدات ست الكل جابت المقص وبتقص بقى اللزق الايه اللي كان مربوط على ايه بديل السجاد زي ما انتم شايفينها كده يا جماعه. وهتبدا بقى تفردها واحده واحده. بس انا مش عارف اما بصور تحس ان هي فاتحه، بس هي غامقه يا جماعه، بعيد عن التصوير هي غامقه. والله هي لونها حلو، مش فاتحة قوي زي ما انتوا شايفين كده، هي غامقة عن كده بس ولونها جميل زي ما انتوا شايفين اهي، بس غامقة شوية. وزي ما تحط بقى ايدك كده بتمشي كده غامق، بتمشي كده فاتحه. دي المخدات يا جماعه انا بوريها لكم، دي الزيتي بتاع الانتريه القديم، بتاع القمشه القديم. قبل ما اعمل ايه الحافظه اللي على الانتريه، ما ينفعش تحط زيتي على ايه الرصاص الغامق او الرصاص الفاتح. قلت بقى اوريها لكم الاول وبعدين ايه هحوش زي ما انا بحوش كده المخدات، عشان انا جايب للمخدات دي قمشه جديده تمشي على الايه على القمشه اللي انا جايبها على الانتريه يا جماعه، زي ما انتم شايفينها كده. هبدا بقى اعمل ست المخدات اللي ديت ما معايا. تنفعش مع الكسوة اللي انت جايبها للانتريه، لازم تحوش اللون الزيتي دي وتعمل بقى المخدات الجديد او حشهم كلهم.
عشان دي مش هتمشي مع اللي هو جايب. هنا بقى يا جماعه هاخد بقى المخدات ووديها بقى للراجل اللي خيطهم القماش، عشان ايه؟ افرش بقى المخدات كده على الانتريه الجديد. على ما جيت لقيت ست الكل بقى، طب خلي بقى بطه كده. تسلم ايدك يا ست الكل. الله يسلمك يابا ويسلم عمرك. على ما اجيبها من عند الخير كنت انا طبخت زي ما انتوا شايفين كده، مكرونه ورز وده والسلطه والحادق بتاعنا وبطاطس والشرب، كل حاجه. على فكره يا جماعه دي الرخامه القديمه، دي اه، الرخامه الجديده، بس انا مرضتش احط الجديده وجبت القديمه كده عليه. على ما هو الواد يجي. يخلص كده التشطيب بس، اه. عشان ما يبهدلش حاجه. اه والله لسه ما شطبه. عشان ما تفكروش دي ده الجزء دي قديم، لا الجزء دي جديد يا جماعه، بس انا اللي عامل الرخامه القديمه. عشان والله لسه ما خلصها، والله لسه ما ستفت حاجتي في المطبخ الجديد. دي شكل النهاية بقى على الطبلية وفرشة والله المكتة دي على البلاط، علشان ايه؟ ما فيش حاجة تقع ولا كده. ما رضيتش افرش الحاجة الجديد، قلت لها على ما هم ياكلوا ويجي يفرش بقى نقوم فرشين الدار نبا واحد. والله وبالله يا شيخ ان لسه ما ستفت مطبخ، كل حاجة على جايبها لسه فرشة كل حاجة اهي، فعلى البلاط على ما نخلص. اتفضلوا بقى اتغدوا معانا. الاكل كله زي ما انتوا شايفينه، شوربه ورز ومكرونه ودخل البط والليمون والدقه وكل حاجه. انتظرونا يا جماعه الفيديو الجاي باذن الله الشكل النهائي لاوضه الانتريه، عشان كان الراجل لسه ما خلصش الوشاش بتاع المخدات يا جماعه. والله لسه ما جابها ولا عملها. مع السلامه يا حبايب قلبي.